هنا دكتور كويشن نمبر 48 بيقول لك the urine in human similarly transpiration water in plaintiff E. طبعا يا دكتور اليورين طبعا يا جماعه كان ليه كومبوننت معينه اللي هي كان فيها يا دكتور الاكسس ووتر والنيتروجينس ويست والسولت اند سون. ترانسبريشن يا دكتور كانت بيور ووتر، وكانت يا دكتور بتخرج ان ذا فورم اوف فيبر، وكانت اغلب كميه ووتر يا دكتور بتخرج من الترانسبريشن كانت بتخرج عن طريق الاستوميتا في عمليه تسمى ستوميتال ترانسبريشن. كان حوالي يا دكتور اللي بيخرج من الاستوميتا 90% من الووتر اللي خارجه او بيتم فقدها عن طريق عمليه الترانسبريشن. فهنا طبعا يا دكتور الاثنين فيهم مينرال سولت غلط، لان يا دكتور اليورين في مينرال سولت، الترانسبريشن ده بيور ووتر خارجه في صوره فيبر. decrease temperature of living organism غلط، ترانسبريشن يقلل التمبريتشر، ولكن اليورين ملوش علاقه، اللي كان ليه علاقه كان السويت العرق. بس بلازما برين اوف سيل صح، لان يا دكتور الاثنين كونسيدرد از ويست، الاثنين يا دكتور طبعا بيخلصوا الليفنج اورجانيزم من الويست ولازم يعدوا من البلازما برين. its excretion increase when increase surround temperature غلط، لان يا دكتور لو السراوندنج تمبريتشر زادت ترانسبريشن يزيد، انما اليورين يا دكتور هيحصل له ديكريز، لان اللي هيزيد يا دكتور هتكون كميه العرق، والسويت يا دكتور بيكون inversely proportional مع اليورين. طب question number 49 بيقول لك which of the following statement agree with sensation process in blend. مين من دول يا دكتور يتفق مع عملية السنسيشن في البليند؟ sensation in blend restricted على some species زي الميموزا بليند، طبعا ده غلط. ليه؟ لأن يا جماعة السنسيشن في البليند لا يقتصر على أنواع معينة زي الميموزا بليند، هو موجود في كل انواع النباتات، لان يا دكتور موجود حاجه اسمها الاوكسين، وده افكتد بالاكسترنال فاكتورز زي اللايت وزي الجرافيتي وزي الووتر اند سون. فطبعا الايه غلط. sensation in plant decrease as plant structure become complicated، يعني كل ما تركيب النبات يا جماعه يكون اكثر تعقيدا الديجري بتاعت السنسيشن بتقل. غلط طبعا، ده كل يا دكتور ما الليفنج اورجانيزم تكون يا دكتور الكومبلكسيتي بتاعت البادي بتاعته عاليه، تلاقي يا دكتور ان الديجري اوف سنسيشن يحصل لها انكريز، يعني دي غلط. بس السي sensation in plant depend on external وinternal factors صح. السنسيشن يا جماعه في النبات بيعتمد على internal واكسترنال فاكتور، ده كلام مظبوط، لان يا دكتور الاكسترنال فاكتورز زي اللايت والجرافيتي اند سون، وعندك جوه النبات كان في حاجه اسمها الاوكسين، وده يا دكتور اللي كان افكتد بالاكسترنال فاكتور، فده صح. plant life doesn't depend on sensation غلط طبعا، لان يا جماعه اي living organism حياته بتعتمد على وجود السنسيشن. طيب تعالى هنا يا دكتور في question number 50 يقول لحضرتك الاتي، بيقول لك هنا يا دكتور the nerve fiber that act on relaxing urinary bladder. طبعا يا دكتور هنعمل relaxation للurinary bladder، يعني انا بتكلم في السمباثيك nervous system. sympathetic nervous system يعني دي يا دكتور النيرفات اللي كانت خارجه من منطقتين، منطقه اسمها الثوراسيك ريجون، ومنطقه تانية يا دكتور تسمى اللامبر ريجون. طبعا يا دكتور اللي كان خارج من اللامبر ريجون اتنين نيرف يعملوا حاجتين، الحاجه الاولى يعمل ريلاكسيشن لليورينري بلادر، الحاجة التانية يعمل سكريشن لما يسمى الابنفرين هرمون اللي هو الادرينالين. انما اي حاجة تانية يا دكتور كانت تبع السمباثيك كانت خارجة من الثوراسيك ريجن. فانا هنا بقول لحضرتك دلوقتي اعمل ريلاكسيشن يورينري بلادر، ريلاكسيشن يورينري بلادر، يبقى انت جاي منين؟ من اللامبر ريجن للسباينال كورد. يبقى انا سهل عليك، اللامبر ريجن بتعمل ريلاكسيشن لليورينري بلادر، بتعمل يا دكتور سكريشن للابنفرين هرمون فروم ادرينال جلاند. اي حاجه ثانيه تبع السمباثيك نيرفس سيستم يبقى خارجه من الثوراسيك ريجن. 51 بيقول لك which of the following represent role of Schwann cell in transmission of nerve impulse. طبعا يا جماعه شوان سيل كانت بتكون ما يسمى المايلين شيس اهي. المايلين شيس يا جماعه وجودها كان بيعمل حاجه اسمها increase speed of nerve impulse، لان المايلين شيس اللي موجود بيوركز از انسيليتور. كان يا دكتور المايلينيتد اكزون كان سرعه نقل النيرف امبلس عنده كانت حوالي يا دكتور 140 متر بير سكند،
انما النون مايلينيتد اكزون كان حوالي يا دكتور 12 متر بير سكند. فهنا اكيد يا دكتور هتقول لي شوان سيل بتساعد في نقل النيرف امبلس لانها بتكون المايلين شيس. يبقى نورش الاكزون لا، ديكريز سبيد اوف نيرف امبلس لا، انكريز سبيد اوف نيرف امبلس ايوه، از ات فورم مايلين شيس. زي مينتين نيرف سيل لا طبعا يا دكتور، هي بتزود سرعه النيرف امبلس لانها يا دكتور بتكون ما يسمى المايلين شيس. هوطي التكييف بس. هنا يا دكتور كويشن نمبر 52 بيقول لك ان الفيفث لوب يا دكتور من السيريبرال كورتكس كانت بي سين اكسبت ثرو. طبعا يا جماعه الفيفث لوب استحاله نشوفه الا يا دكتور ممكن لو عملنا حاجه اسمها ترانسفيرس سيكشن في البرين، يعني طبعا يا دكتور البرين بالعرض كده. فهل بيقول لك نشوفه يا دكتور من اللور سيرفيس؟ لا طبعا، لان يا جماعه الفيفث لوب قلنا بيكون تحت الفرونتال والبرايتال لوب، دول الاثنين لوب دول مغطيين الفيفث لوب. هل من الابر سيرفيس اوف برين؟ لا. ترانسفيرس سيكشن اوف سيريبرال كورتكس ده يا دكتور لو انت عملت ترانسفيرس سيكشن هل بتشوفوش؟ لا يا دكتور نشوفه. لاترال فيو اوف سيريبرال كورتكس لا طبعا يا دكتور. يبقى يا دكتور كل الحالات دي مش هتخليك تشوف الفيفث لوب ما عدا يا دكتور الا لو عملنا ترانسفيرس سيكشن في يا دكتور التو سيريبرال هيميسفير. طيب تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 53، ولكن بس في قاعده علميه هنا يا دكتور مهمه عننا، ان احنا يا دكتور لازم نحافظ على الحاله النفسيه للطالب، وعمرنا ما فضحنا طالب، ودي يا دكتور برضو لازم ننوه عليها، لان احنا اهم حاجه يا دكتور المحافظه على الحاله النفسيه للطلبه الرمم بتوعنا. طيب تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 53 بيقول لك the amount of water lost in the process that illustrated by arrow in the opposite figure according to total amount of water lost by plant كام في المية. طبعا يا دكتور العمليه دي كده يا دكتور بنتكلم في الاستوميتال ترانسبريشن، وده يا دكتور كان النبات بيفقد حوالي 90% من اجمالي الميه اللي هتخرج من الترانسبريشن عن طريق الاستوميتا. يعني اجابتك هنا يا دكتور تقول لي 90%. 54 which of the following cell the speed of their division increase due to accumulation of oxygen. تعالى side of stem facing light، يعني هنا يا دكتور لو في لايت ركز معايا، وده يا دكتور سايد اوف ستيم فيسنج لايت، هل يا دكتور الجنب ده تلاقي ان الديفيجن فيه اعلى؟ طبعا ده غلط. ليه؟ لان يا دكتور لو ده ستيم الاوكسجين كله يحصل له اكيوميليشن هنا ويزود السيل ديفيجن في الناحيه دي، فدي غلط. سايد اوف روت فيسنج ووتر، تعالى لو ده روت ودي ووتر، قلنا يا دكتور كل الاوكسجين هيتجمع في السايد اللي فيسنج ووتر، ولكن يا دكتور للاسف هيعمل انهيبيشن هنا لان الاوكسجين ليه تاثير عكسي في الروت، والسيل الثانيه يا دكتور هي اللي الجلوس فيها يزيد، فدي برضه غلط. ابر سايد اوف روت ان هوريزونتال بوزيشن، تعالى لو انا عملت كده ده روت هتلاقي يا دكتور هنا الاوكسجين اتجمع تحت، تلاقي ان المكان يا دكتور الابر سايد الجروس فيه اعلى يعمل يا دكتور سيل ديفيجن. ولكن هل الجروس العالي هنا يا دكتور بسبب الاكيوميليشن للاوكسجين؟ لا طبعا، انا عايز حاجه تزود الجروس بسبب الاكيوميليشن للاوكسجين. بص دي لور سايد اوف ستيم ان هوريزونتال بوزيشن، يعني لو عملت كده ستيم طبعا يا دكتور كل الاوكسجين ينزل تحت، تلاقي يا دكتور هنا السيل ديفيجن اعلى من السيل او الجنب الثاني، فتلاقي يا دكتور ان الستيم يحصل له بيندنج بالمنظر ده، لذلك قلنا لك ان هو نيجاتيف جيوتروبيزم. يعني اجابتك هنا يا دكتور هتبقى نمبر دي، ان يا دكتور الجروس يزيد بسبب الاكيوميليشن للاوكسجين، ده يا دكتور كلام مظبوط. طيب تعالى هنا يا دكتور في question number 55 يقول لحضرتك الاتي: which of the following table show substance expected found في some part of urinary system in healthy person. تعالى طبعا يا دكتور انسان سليم هنتكلم في اليورينري بلادر، ممكن الاقي فيها يوريا، الاقي فيها ووتر، الاقي فيها سولت، استحاله الاقي بروتين لو هو سليم، لان البروتين اصلا مش هيتفلتر من البومان كابسول. اليوريتر ممكن الاقي فيه سولت، الاقي فيه ووتر، استحاله الاقي فيه بروتين، استحاله الاقي فيه جلوكوز طالما هو انسان هيلثي. بص انا بعمل ايه؟ بحاول استبعد، يبقى انا مبدئيا دول ودول الاقيهم. طب الرينال فين ممكن يا دكتور نلاقي فيه بروتين لان ما اتفلترش، ولاقي فيه سولت ووتر وجلوكوز. رينال ارتري جلوكوز بروتين سولت يوريا، كل ده مظبوط. فمين يا دكتور الاربعه اللي يكونوا موجودين كده بالترتيب في رينال ارتري رينال فين يوريتر يورينال بلادر؟ انا مجاوبها لك، اجابتك ايه؟ اهو بص هم الوحيدين اللي ينفعوا، انما يا دكتور الباقي مش هينفع يكون موجود في كله.
طيب تعالي هنا يا دكتور في question number 56 يقول لحضرتك الاتي: The opposite figure illustrates stimulation of nerve fiber عند البوينت B. هنا يا دكتور هنعمل stimulation عند البوينت B، الحته دي اهي. بيقول لك هنا which of the following explain unchanging in membrane of this fiber. طبعا يا دكتور مش هيحصل تشينج في الممبرين للفايبر ده اكيد يا دكتور، لان الاستيمولس كان ويك، كان insufficient. ما احنا قلنا يا دكتور عشان النيرف سيل تشتغل لازم الاستيمولس يكون sufficient، لان النيرف سيل ماشيه بقانون يسمى all or none، يعني هي بتستجيب يا دكتور بنفس الريسبونس بتاعتها لو الاستيمولس ليه حاجه اسمها sufficient strength. معايا؟ مهما يا دكتور كل لما تزود في الاسترينث برضه الاستجابه واحده، اهم حاجه الاستيمولس يكون sufficient. فهنا الاستيمولس اوكي ديو تو ديبولاريزيشن غلط، مفيش اصلا ديبولاريزيشن. انما الاستيمولس فيري ويك ايوه، بدليل ان ما حولش الممبرين من حاله البولاريزيشن لحاله الديبولاريزيشن. ستيمولس اوكيرد ديورنج ريفراكتوري بيريود، لو ريفراكتوري بيريود يا دكتور كنت هتلاقي بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف، وده غلط، ده بره بوزيتيف ودي برضه غلط. absence of myelin sheath prevent generating nerve impulse، طبعا يا دكتور غلط، لان اصلا وجود المايلين شيث يساعد في عمليه نقل النيرف امبلس. center of voluntary movement طبعا يا جماعه دي موجوده في الفرونتال لوب، والفرونتال لوب موجوده فين؟ بين السنتر اوف هيرنج، غلط، مش تحت السنتر اوف هيرنج، لان السنتر اوف هيرنج كانت فين؟ كانت يا دكتور في التمبرال لوب. behind the center of skin sensation غلط يا دكتور، لان هي بتكون in front of البايتال، لان السكين sensation بيكون بايتال لوب، الفرونتال لوب قدامها. above center of memory ولا between center of vision والميموري؟ طبعا يا جماعه الفيجن والميموري اللي هو الاوكسيبتال والفرونتال لوب، هي اللي في النص يا دكتور كان بايتال لوب، ودي غلط. انها بالفعل يا دكتور هي above center of memory، يعني لو هنيجي نبص كده هتلاقي يا دكتور الفرونتال لوب عندها حاجه اسمها السنتر للميموري، فوقيه على طول يا دكتور حاجه هتلاقيها اللي هي السنتر بتاعه الفولنتري موفمنت، وكلهم اصلا موجودين فين؟ في الفرونتال لوب. طيب تعالى يا دكتور في الكوتشن اللي بعده. هنا يا دكتور كوتشن نمبر 58 بيقول لك ذا فولوينج تيبل الستريت اماونت اوف ووتر والسولت لوست يا دكتور من البادي ثرو كدني وسكين في يومين. طبعا يا دكتور واحد كولد والتاني هوت. حلو الكلام. وانا جايب لك يا دكتور الكميات في الجدول اللي قدامك. بيقول لك from the previous we concluded that ايه؟ من الجدول ده ممكن نستنتج ايه؟ تعال. amount of water lost from 2 kidney in cold day lower than hot day. تعال. هو يا دكتور الكدني في الكولد داي كان 1.8، طب والهوت داي كان 0.4. فانا بقول لك الميه اللي هنفقدها في الكولد داي مالها يا دكتور؟ لور ذان الهوت داي. هل يا دكتور بذمتك ال 1.8 لور ذان 0.4؟ ده غلط. بس اللي بعده بيقول لك كدني لوز a lot of salt in hot day comparing بالسولت لوست من الكولد داي. تعالى هنا يا دكتور بتقول لي ان الكدني هتفقد ملح يا دكتور، اهي ملح في الهوت داي كان 14.4، طب والكولد داي كان 20.2. فبيقول لك بقى ان الكدني هتفقد a lot of salt في الهوت داي اعلى من الكولد. الهوت كان كام؟ 14.4. هو بذمتك ال 14 اعلى من ال 20؟ لا طبعا ده غلط، دي جمله غلط. بس السي amount of salt lost من الكدني nearly equal في 2 days. تعالى اللي خارجين من البادي. طبعا يا دكتور هنا الكدني والسكين على بعض، وانا عايز اعرف كميه السولت اللي البادي هيفقدها في اليوم. الاثنين على بعض دول يا دكتور دول هيطلع ب 20.3. جمع كده هتلاقيهم بالرقم ده. طب جمع لي كده يا دكتور في اليوم الثاني اللي هو كولد داي من الكدني ومن السكين، هتلاقيهم يا دكتور يطلعوا برضو ب 20.3. هل يا دكتور كده كميه الملح اللي هيخرجوا في اليومين قد بعض؟ طبعا يا دكتور قد بعض، يعني اجابتك نمبر سي. طيب تعالى في الدي. The two kidney don't excrete any amount of water in hot day. هل يا دكتور الكدني مش هتخرج ميه في الهوت داي؟ لا طبعا يا دكتور خرجت ميه قدام حضرتك اهو 0.4. لذلك يا دكتور الاجابه اللي هتنفع هتبقى نمبر سي فقط. طيب تعالى هنا يا دكتور في question number 59 يقول لحضرتك الاتي: The opposite graph H of A will be represent rate of growth in two different part of plant where one of them stem والتاني يا دكتور root. واحد منه stem والتاني root. بيقول لحضرتك at which concentration of oxygen negative phototropism happen للروت. تعالى. طبعا يا دكتور هنا كل ما تزود الاوكسجين الجروث يزيد، يعني ده كده stem. وهنا لما تزود الاوكسجين يحصل inhibition والجروث يقل، يعني ده root.
ركز بقى. يبقى انت فهمت ان الانر روت حضرتك انت زودت الاوكسين فبيبتدي يعمل الونجيشن عادي، بتزود الاوكسين فالالونجيشن يزيد لحد يا دكتور ما تزود الاوكسين عن كميه معينه ويحدث يا دكتور تاثير عكسي، بدل ما يعمل الونجيشن يعمل انهبيشن، فيبدا يا دكتور يعمل انهبيشن بالمنظر ده كده ويبتدي معدل الجلوس يقل. فبيقول لحضرتك عند انهي نقطه يا دكتور حصل نيجاتيف افكت للاوكسين ويا دكتور عمل نيجاتيف فوتوتروبيزم، اجابتك هتقول لي عند نمبر 2 دي اللي هيبتدي يا دكتور يعمل انهبيشن ويعمل تاثير عكسي للاوكسين في الروت. طيب كويشن نمبر 60 يقول لحضرتك الاتي: when you move from bright room to dark room، همشي يا دكتور من اوضه منوره اروح اوضه ضلمه. بيقول لحضرتك دلوقتي لو انا همشي من اوضه منوره يا دكتور اوضه ضلمه، لازم تبقى عارف يا دكتور ان الاي بيوبل يا دكتور يحصل له دايليشن بفعل السمباثيك نيرفس سيستم. هتقول لي occurrence of reflex arc through which eye pupil contracted by effect of parasympathetic، غلط. لازم يا دكتور يكون الافكت بالسمباثيك نيرفس سيستم وهيعمل يا دكتور دايليشن للاي بيوبل. occurrence of reflex arc through which eye pupil dilated by effect of sympathetic nervous system، صح، لان يا دكتور يعتبر حاله طوارئ، انا كنت قاعد في اوضه منوره مره واحده اتقلت للدارك روم، يعني اجابتك يا دكتور هتبقى نمبر بي، هيحصل dilation eye pupil by the effect of sympathetic nervous system. طيب تعالى هنا يا دكتور في question number 61 يقول لحضرتك الاتي: which of the following aren't from structure of excretion in bean plant؟ بين بلانت ده يا جماعه هربيشياس بلانت عادي جدا، ما عندوش وودي ستيم، يعني ما عندوش لينتكل لان نبات عشبي. هل يا دكتور عنده الابيديرمس اوف ليف؟ يا دكتور بيخرج عن طريق كيوتيكولار ترانسبريشن. ستوميتال ترانسبريشن في ستوميتا. لينتكل لا يا دكتور ما عندوش لينتكل لانها موجوده في الوودي ستيم اونلي، مش موجوده في الهربيشياس بلانت، ونبات البين ده يا دكتور هربيشياس عشبي. الهيداسود موجوده يا دكتور على المارجن اوف ليف، موجود يا دكتور فتحات تسمى هيداسود اللي كانت بتخرج الميه عن طريق عمليه تسمى جوتيشن. 62 بيقول لك ان ساينابس بتوين نيرون والماسل فايبر نيورو ترانسميتر ريليزد فروم ايه؟ طبعا يا دكتور الساينابس اللي هيكون بتوين النيرون هي التيرمينال ابورايزيشن، وادي يا دكتور الماسل فايبر. النيورو ترانسميتر هتخرج من التيرمينال ابورايزيشن اللي هي يا دكتور كانت موجوده في البوتون تتنقل على الممبرين بتاع الماسل فايبر. يبقى النيورو ترانسميتر ريليزد فروم ماسل فايبر لا، دنترايت اوف نيرون لا، تيرمينال ابورايزيشن اوف نيرف فايبر ايوه يا دكتور بتخرج من التيرمينال ابورايزيشن ده صح. نيرف سيل بادي لا طبعا يا دكتور، هي خارجه من التيرمينال ابورايزيشن هتخرج في الساينابتيك كليفت وتقف يا دكتور على الممبرين بتاع الماسل فايبر عشان تخليها تعمل كونتراكشن بالقصه اللي احنا عارفينها. طيب كويشن نمبر 63 يقول لحضرتك الاتي: how far statement correct؟ يقول لك some plant can get rid of insoluble salt by their storage inside plant. ايوه يا دكتور، خزن يا دكتور الملح في insoluble crystals جوه الفاكيول او السيتوبلازم وهي بالنسبه لها كده يا دكتور اتخلصت منه. while they get rid of soluble salt by expelling them through root والleaves. لا طبعا يا دكتور غلط، استحاله تتخلص من الدايبه يا دكتور عن طريق الروت. يعني هنا يا دكتور بتقول ان الفيرست ستيتمنت كوريكت ويا دكتور السكند رونج. الفيرست كوريكت والسكند رونج، يعني اجابتك نمبر سي. طب 64 which of the following isn't from function of skin dermis؟ طبعا يا دكتور انت لو فاكر تركيب الجلد كان يا دكتور طبقه من فوق تسمى ايبيديرمس، كان عندك يا دكتور دي كلها تسمى ديرمس. طبعا دي كان خارج منها يا دكتور السويت جلاند بالمنظر ده كده، كان خارج منها يا دكتور حاجه بالمنظر ده كده تسمى الهير. في يا دكتور حاجه ثانيه اللي هي السنسوري نيرف اندنج بالمنظر ده كده. وكل ده يا جماعه من وظائف الابيديرمس ما عدا من وظائف الديرمس. ديكريز بادي تمبريتشر ايوه لان فيها سويت جلاند. مويتشنج سكين ابيديرمس ايوه يا دكتور لان في الفات جلاند يا جماعه اللي بتعمل سكريشن لاويلي سبستانس ترطب بالجلد. ريسبونس الاكسترنال ستيمولاي ايوه يا دكتور لان فيها السنسوري نيرف اندنج. اكوايرنج سكين اتس كلر لا طبعا يا دكتور دي مش من وظيفه الديرمس، دي يا دكتور من وظيفه الابيديرمس لان يا دكتور الانر ممبرين او البيز بتاعه الانر ابيديرمال لاير
بيكون يا دكتور فيها حاجه اسمها ميلانين بيجمنت، وصبغه الميلانين دي يا دكتور مسؤوله عن الكالر اوف سكين. يعني اجابتك هتبقى نمبر دي يا دكتور ليس من وظائف السكين ديرمز. طيب تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 65 يقول لحضرتك الاتي: لو انا يا دكتور السيمبل في اللارج سايز هنديله يا دكتور هاي كونسنتريشن، والسمول سايز يا دكتور لور كونسنتريشن. which of the following represent the polarization of nerve fiber. طبعا يا دكتور polarization اللي بره يا دكتور كان بوزيتيف واللي جوه كان نيجاتيف. كان يا دكتور الصوديوم بره ازيد من اللي جوه من 15 تايمز، يبقى ده اكتر. بوتاسيوم جوه كانت ازيد من اللي بره يا دكتور حوالي 30 مره، ده كده البوتاسيوم اهو. حلو الكلام. يعني بره في صوديوم كتير وبوتاسيوم قليل، وجوه صوديوم قليل بوتاسيوم كتير. فتعالى هنا يا دكتور بره الصوديوم قليل ده غلط، بره الصوديوم قليل غلط، بره صوديوم قليل بره صوديوم كتير ماشي، بوتاسيوم كتير لا ده بوتاسيوم قليل. بره الصوديوم قليل كتير وبوتاسيوم قليل. طب وجوه بوتاسيوم كتير صوديوم قليل. ايوه يا دكتور ده اللي صح، الاجابه هتبقى نمبر دي. طبعا يا جماعه البوتنشال ديفرنس كان نيجاتيف 70 ملي فولت، وده يا دكتور كانت في حاله بولاريزيشن اللي هي حاله الريست. نمبر اوف فيرتبرا في الفيرتبرال كولوم 33، عدد الفيرتبرا 33 فقره. انت قلت لك على الكلام ده اللي هو قسمناهم 7 12 5 5 4، اللي هو يا دكتور كان 7 سيرفيكال 12 ثوراسيك 5 يا دكتور اللمبر وال5 الساكرال وال4 الكوكسيجال. النمبر ده ايه؟ طبعا يا جماعه انت عندك في حاجه اسمها اللي هي 31 بيرز، دي يا دكتور بتاعت مين؟ بتاعت السباينال نيرف، اللي هم 31 بيرز اللي خارجين من السباينال كورد. فهنا يا دكتور النمبر اوف فيرتبرال كولوم 33. تتوقع يا دكتور دي ايه؟ هتقول لي جريتر ذان نمبر اوف سباينال نيرف بيرز، يعني اجابتك نمبر دي يا دكتور النيرفات اللي كانت خارجه من السباينال كورد. وطبعا 33 ازيد من 31 بغض النظر عن كلمه بير، يعني اجابتك نمبر دي. طيب تعالى يا دكتور في الكويشن اللي بعده. هنا دكتور كويشن نمبر 67 بيقول لك which of the following part doesn't او don't contain glucose في الهيلثي بيرسون، انسان سليم. طبعا يا دكتور رينال ارتري، طبعا يا دكتور البرانش من الارتري اللي جاي من الاورطه، وده اكيد فيه جلوكوز ما فيهوش اي حاجه، دي مظبوطه. بومان كابسول يا دكتور اكيد فيها جلوكوز، لان احنا هنعمل فلتريشن لاول كومبوننت اوف بلاد بلازما اكسبت الار بي سيز واللارج سايز بروتين، فاكيد يا دكتور هنلاقي فيها جلوكوز. كولكتنج دكت في الكدني لا يا دكتور ده استحاله يكون فيها جلوكوز، لان الجلوكوز احنا هنعمل له ري ابزوربشن بالكامل ونرجعه للدم تاني، ده في حاله الهيلثي بيرسون مش مريض سكر. الجلوميرولاس برضه يا دكتور هنلاقي فيها جلوكوز، لان اكيد يا دكتور هيبدا يحصل فلتريشن من منها يعني او من البلاد اللي دخل فيها لجوه البومان كابسول. لذلك يا دكتور اجابتك هتبقى كولكتنج دكت استحاله تلاقي فيها جلوكوز لو انسان سليم، لان الكولكتنج دكت بيكون فيها شباب ما يسمى باليورين. 68 لو الستيمولس سترونج value of action potential resulted according to stimulus عنده lower strength دكتور الاثنين هتبقى the same not changed. ليه يا دكتور؟ لان يا دكتور لازم الحاجه الاولى يكون الستيمولس sufficient يكون كافي، لو غير كافي اصلا النيرف سيل مش هتشتغل. لذلك هنا يا دكتور لو ده قوي واحد قوي برضه، ولكن يا دكتور اقل منه في القوه شويه، طالما الاثنين sufficient يبقى الاكشن بوتنشال مش هتتغير، اللي هي هتكون ب 110 ملي فولت. طيب كويشن 69 يقول لحضرتك الاتي، يقول لك هنا نزود الفيجر what do loop 1 و 2 و 3 represent respectively. طبعا 1 يا دكتور ده في الاول ده الفرونتال لوب، 3 ده يا دكتور ده البرايتال لوب، طبعا اللوب ده اللي هو الاوكسيبتال لوب، انما ده البرايتال. 2 دي يا دكتور اللي هي في الجنب دي التمبورال لوب. فبالترتيب كده 1 2 3 تبقى فرونتال تمبورال برايتال، فرونتال وتمبورال وبرايتال لوب، يعني اجابتك نمبر بي. 70 لو برايمري بلفينس اوف ليف اوف ميموزا بلانت شرينك، مين يا دكتور اللي يحصل له بند داون وورد؟ تعالى دكتور ادي الستيم، هنا يا دكتور كان في حاجه اسمها برايمري بلفينس خارج منه حاجه اسمها برايمري ريشز، ده يا دكتور خارج منه 4 سكندري ريشز بالسكندري بلفينس بتاعته، كل واحد يا دكتور عنده 2 رو اوف ليفلت، كل واحد يا دكتور عنده صفين من الليفلت. فانت دلوقتي يا دكتور دول صفين، يعني هنا كلهم يا دكتور 2 في 4 ب 8 ليفلت. فالليفلت يا دكتور اللي موجوده هنا
اول دلوقتي ما البرايمري ريشيوز يحصل له بيند داون وورد، يعني كل الليفلت اللي موجودين هيحصل لهم بيندنج داون وورد اللي هم يا دكتور 8 ليفلت. يعني اجابتك نمبر بي. هتقول لي 8 رو اوف ليفلت، لان يا دكتور انت عندك كل سكندري ريشيوز عنده يا دكتور 2 رو اوف ليفلت. طيب تعالى هنا يا دكتور في question number 71 يقول لك which of the following table illustrates the nerve impulse transmission through motor nerve fiber. طبعا يا جماعه الموتور نيرون كان جايب النيرف امبلس من السنترال نيرفس سيستم to all parts of the body. قال لك يا دكتور فور اكزامبل ماسل جلاند عشان يا دكتور يخليها تعمل الريسبوندنج بتاعها. هنا يا دكتور هتقول لي من السباينال كورد اللي هو السنترال نيرفس سيستم لمين يا دكتور؟ للريسبوندنج اورجان ان كان يا دكتور ماسل او جلاند. يعني اجابتك هنا تبقى نمبر اي. 72 when exposing plant الهيفي رين. هنعرض دلوقتي يا جماعه النبات ليه مطر شديد جدا. What do you expect to happen for stomatal transpiration in this plant؟ طالما يا جماعه مطر شديد يعني انت بتتكلم كميه ووتر فيبور عاليه، هي ووتر فيبور. طالما كميه ووتر فيبور عاليه اكيد يا دكتور معدل الترانسبريشن يحصل له ديكريز، لان يا دكتور لو زودت التمبريتشر الترانسبريشن يزيد. طب زودت كميه الووتر فيبور في الاير يعني الهيوميديتي في الاير زادت تلاقي الترانسبريشن يقل. طب لو الهيوميديتي في الاير قلت ترانسبريشن يزيد. يبقى الهيوميديتي في الاير والترانسبريشن العلاقه ما بينهم انفرسلي. طب لو قلت لك الهيوميديتي في السويل اللي هي كميه الميه في السويل، كل ما الهيوميديتي تزيد في السويل هتلاقي ان الترانسبريشن يزيد. يبقى الهيوميديتي في السويل والترانسبريشن دايركتلي. طب الهيوميديتي في السويل قلت ترانسبريشن يقل لان الريليشن ما بينهم دايركتلي. طب ايه رايك يا دكتور لو قلت لك النمبر اوف ستوميتا كل ما عدد الاستوميتا تزيد معدل الترانسبريشن يزيد. طيب لو قلت لحضرتك دلوقتي السيرفيس اريا اكسبوزد لللايت كل ما السيرفيس اريا اكسبوزد لللايت تزيد معدل الترانسبريشن يزيد. كل دي يا دكتور فاكتورز افكتنج على ترانسبريشن بروسيس. فهنا دلوقتي هيفي رين يعني ووتر فيبور كتير في الهواء يعني يا دكتور الترانسبريشن يبتدي يحصل له ديكريز يعني اجابتك نمبر اي. طب هنا يا دكتور question number 73 region in nervous system contain most fat substance. طالما يا دكتور fat substance يعني بنتكلم يا دكتور في الوايت ماتر. والوايت ماتر يا دكتور كانت عباره عن ايه؟ قلنا يا دكتور انت عندك المايلين شيس ده عباره يا دكتور عن وايت ليبيد. فهي دكتور مين اللي كان عنده دلوقتي المايلين شيس اللي هو الاكزون كان يا دكتور سراوندد بالمايلين شيس دي بنسميها دكتور نيرفو فايبر، ودي اللي هتكون موجوده في الوايت ماتر لانها يا دكتور فيها المايلين شيس. سمبلست ريفلكس ارك يا دكتور ما عندوش مين؟ قلنا طبعا ابسط حاجه يا دكتور هيكون عنده السنسوري نيرف والموتور نيرون. فعايز اجابه هتقول لي اكيد ما عندوش الكونكتور لان السمبلست ريفلكس ارك سنسوري وموتور نيرون فقط. طب 75 يقول لحضرتك الاتي. بيقول لك هنا يا دكتور in the opposite figure which of the following statement applied على الار بي سيس كورباسل. طبعا يا دكتور دلوقتي 1 الار بي سيس دخلت من هنا استحاله يحصل لها فلتريشن عشان حجمها كبير فهتخرج من 2 زي ما هي. طبعا 1 و 2 يا جماعه الاثنين دول رينال ارتري. هنا تقول لي 1 و 2 قد بعض لان يا جماعه الار بي سيز مش هيحصل لها فلتريشن فتقول لي البرسنتج ايكوال في 1 و 2. 76 بيقول لك ان اتش فوتوتروبيزم للستيم في الفيرتيكال بوزيشن وجيوتروبيزم في الستيم في الهوريزونتال بوزيشن. تعالى فوتوتروبيزم ستيم في الفيرتيكال يعني يا دكتور كده ادي اللايت اهو ادي الاوكسجين كله يروح للدارك سايد فتلاقي الالونجيشن حصل كده. حلو. طب جيوتروبيزم الستيم في الهوريزونتال بوزيشن ادي يا دكتور ستيم اهو الاوكسجين كله هينزل تحت فيبتدي يعمل يزود السيل ديفيجن هنا فتلاقي يا دكتور الالونجيشن حصل كده. فهنا كان الجرافيتي وادي يا دكتور الاوكسجين اكيوميليشن وادي يا دكتور الالونجيشن وهنا برضو الاوكسجين اكيوميليشن وادي يا دكتور الالونجيشن. تعالى الاثنين فيهم ايه؟ هل الاوكسجين اكت ان ذا سيم دايركشن اوف الستيمولس؟ لا لان يا دكتور في الحالتين الاوكسجين راح في الناحيه هنا في الناحيه البعيده عن الستيمولس انما هنا في الناحيه الفيسنج الستيمولس وانا عايز حاجه تنطبق على الاثنين. اوكسجين جيت اواي فروم ستيمولس مش في الاثنين. هنا يا دكتور راح ناحيه الستيمولس وهنا بعد.
طب الاوكسجين انهبت جروث اوف سيل لا يا دكتور، لان انت بتتكلم في ستيم وكميه الاوكسجين لما تزيد بتزود يا دكتور السيل ديفيجن، وبرده للامانه العلميه تفضل تعمل ديفيجن لحد ما توصل لليميت معين ويبتدي يا دكتور يعمل انهبيشن برده في الستيم، ولكن نص المنهج ان الاوكسجين لما يزيد يزود معدل السيل ديفيجن، فدي غلط. بص دي اوكسجين ستيميوليت سيل او جروث اوف سيل، طبعا يا دكتور اجابتك دي اللي موجود في الاثنين ان الاوكسجين يا دكتور هيعمل ستيميوليت للجروث للسيل ويخلي يا دكتور هنا السايد اللي هو دارك سايد الجروث فيه اعلى من الاليمينيتد سايد، يعني اجابتك نمبر دي. طيب هنا دكتور كويشن نمبر 77 يقول لك which part of brain acts as bridge between spinal cord والديفرنت بارت اوف برين. طبعا يا دكتور دلوقتي لو انا هرسم لك كده يا دكتور ادي برين، ادي يا دكتور هنا اللي هي طبعا البونز فارولي وادي الميدالا اوبلنجاتا وادي السباينال كورد، وهنا طبعا يا جماعه السيرابيلا. فمين اللي بيربط يا جماعه بين السباينال كورد والبرين؟ اهي يا بونز فارولي يا ميدالا اوبلنجاتا. مين اللي موجود عندك؟ هي يا دكتور البونز فارولي اللي تنفع، لان يا دكتور بص كده ادي الميدالا اوبلنجاتا وادي يا دكتور البونز فارولي، ادي البرين هنا فوق اهو وادي السباينال كورد تحت معايا. فاللي موجود عندك بونز فارولي تنفع اجابه، يعني اجابتك هنا يا دكتور هتبقى نمبر دي. طب 78 in the opposite figure connection of structure number 2 ب structure number 1. 2 دي يا جماعه اللي هي blood vessel، 1 دي يا جماعه اللي هي الجيليال سيل. طالما الجيليال سيل يا جماعه اللي هي النيروجيليا متصله ببلاد فيزل، يبقى اكيد وظيفتها في الحاله دي تعمل نورش للنيرون، يعني تغذي النيرون. فهنا اكيد وظيفته ايه؟ هنا يا دكتور كونكتور لا، نيرون لوست اكزو لا، طبعا نيوتريتيف سيل طبعا يا دكتور دي خليه مغذيه بسبب وجودها او اتصالها بالبلاد فيزل. طيب تعالى هنا يا دكتور في الكوتشن اللي بعده. هنا يا دكتور كوتشن نمبر 79 بيقول لك دوج جاسبس، اللي هو يا دكتور ان الكلب بتلاقيه بيلهث كده يا دكتور بيطلع لسانه وبيعمل الحركه بتاعته. when increasing its body temperature on effort، لو عمل مجهود تلاقي دكتور الكلب طلع لسانه وقاعد يلهث. بيكوز ايه؟ طبعا يا جماعه السويت جلاند يا جماعه اللي عند الدوج تكاد تكون منعدمه، فبيعمل كده استعاضه لغياب السويت جلاند. فالكدني مور فيرم لا، يورينري بلادر ابسنت لا، ديكريس سكريشن سويت جلاند از كومبنسيتد. طبعا يا دكتور هنا الاجابه هتبقى سي. decrease in secretion of sweat gland is compensated. طبعا يا دكتور بسبب الافراز بتاع السويت جلاند القليل اللي بيكاد يكون يا دكتور شبه منعدم، فبيتم يا دكتور تعويضه من الدوج جاسبس اللي هو يا دكتور لعاب الكلب عشان يبتدي ان هو يقلل البادي تمبريتشر بتاعته. طب 80 in the opposite figure الفيفث لوب كفرد بانهي لوب؟ طبعا متغطي بالفرونتال والبرايتال. ادي الفرونتال وادي البرايتال، يعني متغطي يا دكتور ب 1 و 2. طيب هنا يا دكتور كويشن نمبر 81 اقرا معايا كده واحده واحده. بيقول لك تشينج بوتنشال ديفرنس على التو سايد للنيرف ممبرين من نيجاتيف 70 لبوزيتيف 40، يبقى هي كانت بولاريزيشن اتحولت دي بولاريزيشن بقت نيجاتيف 80. قلت لحضرتك الرقم ده اسمه هايبر بولاريزيشن بسبب خروج كميه كبيره من البوتاسيوم، يبقى ده اسمه هايبر بولاريزيشن. رجعت تاني النيجاتيف 70، يعني عملنا ريبولاريزيشن. فعايز اجابه. هتقول لي يا دكتور اول حاجه انت بتتكلم في بولاريزيشن يعني ايه يا بي، وبعدين ديبولاريزيشن، وبعدين انكريزنج بولاريزيشن اللي هو الهايبر بولاريزيشن، وبعدين ريبولاريزيشن، يعني اجابتك نمبر بي. سؤال لطيف ما فيهوش اي حاجه، محتاج بس واحد يكون بيفهم مش ببصمج المنهج زي حضراتكم. طب 82 بيقول لك هنا يا دكتور the phototropism of plant in vertical position similar to geotropism in horizontal position according to action of oxygen accumulation in cell of HA. تعالى طبعا يا دكتور فوتوتروبيزم لو انا رسمت كده يا دكتور في البلانت، لو ده يا دكتور ستيم وده يا دكتور روت، ركز معايا، وهنا يا دكتور في لايت، فاتفقت معاك يا دكتور ان الاوكسجين كله هيجي هنا اهو. هنا دلوقتي يا دكتور يعمل elongation toward light لو هو ستيم، ويعمل elongation away from light لو هو روت. خلصنا. طب بنقول لحضرتك لو هو وضع هوريزونتال اهو، كل الاوكسجين يا دكتور هينزل تحت لو ده ستيم وده روت. الستيم يا دكتور طبعا هنا في جرافيتي، الستيم يا دكتور هيعمل elongation away from gravity،
انما هنا يا دكتور روت توورد جرافيتي، لان برضو الاوكسجين في الستيم هيزود السيل ديفيجن، فتلاقي ان الجروس في الجنب ده اسرع من الجنب الثاني، فتلاقيه بالمنظر ده. فانت هنا بتقول لي يا دكتور ان الاثنين شبه بعض في ايه؟ واحده واحده. according to action of oxygen accumulated. طب بص هنا يا دكتور الايه؟ سايد اوف ستيم ذات اواي فروم لايت. طبعا يا جماعه السايد اوف ستيم الاواي فروم لايت ده طبعا مليان اوكسجين، ماشي. lower surface of stem in horizontal position. يا دكتور اللور سيرفيس اوف ستيم في الهوريزونتال بوزيشن مليان اوكسجين، وفي الحالتين يا دكتور الاوكسجين ده هيعمل ان الونجيشن او يزود الجروس، وبالتالي يا دكتور هتلاقي ان الالونجيشن فيه ازيد من الجنب الثاني. يعني هنا يا دكتور التاثير متشابه. سلبي سايد اوف ستيم فيسنج لايت. طبعا يا جماعه الجنب من الستيم اللي فيسنج لايت ده اصلا ما فيهوش اوكسجين، انا عايز حاجه فيها اوكسجين حصل لها اكيوميليشن ونشوف التاثير بتاعها. سايد اوف ستيم اواي فروم لايت ده برده مليان اوكسجين. lower surface of root in horizontal position. طبعا يا جماعه اللور سيرفيس للروت في الهوريزونتال بوزيشن هيعمل انهبيشن، انما هنا الجزء اللي اواي فروم لايت هيزود السيل ديفيجن، فده التاثير مش استحاله يكون شبه بعض. سايد اوف ستيم اواي فروم لايت ماشي يا دكتور مليان اوكسجين. لور سيرفيس اوف روت ان هوريزونتال بوزيشن، ما هنا يا دكتور برضو اللور سيرفيس من الروت في الهوريزونتال بوزيشن مليان اوكسجين. طبعا هنا اللور هو اللي مليان اوكسجين، انما الابر هنا اصلا مش هيكون فيه اوكسجين معايا. انما يا دكتور اللور سايد هنا هو اللي هيكون فيه الاوكسجين، وبرضو في الروت يعمل انهبيشن، انما الستيم هيعمل الونجيشن. يعني برضو دي غلط، كده كده السي غلط، لان اصلا الابر سيرفيس في الروت مش هيكون فيه اوكسجين. يعني السؤال ده يا دكتور اجابتك تبقى نمبر ايه، سؤال لطيف ولذيذ. طيب كويشن نمبر 83 بيقول لك بومان كابسول شير في السكند كوليت تيوبيول في ايه؟ طبعا يا جماعه بومان كابسول بتعمل فلتريشن، انما هنا بتعمل ري ابزوربشن. الاثنين شبه بعض في ايه؟ فلتريشن بروسيس فيهم لا، فلتريشن بومان كابسول السكند كوليت تيوبيول ري ابزوربشن. سيلكتيف ري ابزوربشن لا، دي في السكند كوليت تيوبيول. located in cortex of kidney. طبعا يا دكتور الاثنين فعلا موجودين في الكورتكس، اجابتك نمبر سي. بومان كابسول كورتكس، فيرست كويل تيوبيول كورتكس، لوبو في هنا المضله، سكند كويل تيوبيول كانت الكورتكس، اللوبو الكولكتنج داكت يا دكتور كانت اكستند بتوين كورتكس اند مضله. الكولكتنج داكت يا دكتور لو جيت لك في الامتحان قلت لك اوبنز فين، بتفتح فين، هتقول لي في الكدني بلفس. موجوده فين، هتقول لي اكستند بتوين كورتكس اند مضله، وركز في الجمله دي. لوكيت في المضله طبعا غلط، السيميلاريتي ما بينهم ان الاثنين يا دكتور هيكونوا موجودين جوه الكورتكس. طيب تعالى هنا يا دكتور في كويشن نمبر 84. طبعا يا شباب انا عايز اقول لكم ان هو كان ترم مليء باجره الميكروباص اللي حضراتكم كنتوا بتجيبوها في الامتحان. ربنا يسترها بقى على امتحان يا دكتور بكره، ربنا يسترها ان شاء الله ان شاء الله. يعني 84 يقول لحضرتك الاتي، يقول لك هنا يا دكتور in the opposite graph structure X consists of group of structure Y. الاكس يا جماعه بيتكون من جروب من الواي، والواي بيتكون من جروب اوف زد. طبعا يا جماعه الاكس ده النيرف بيتكون من جروب من حاجه اسمها نيرف باندل، والنيرف باندل يا دكتور بيتكون من جروب حاجه اسمها نيرف فايبر. واحده واحده بقى. طب بيقول لك هنا مين الواي؟ الواي يا جماعه خلاص، ما هو الواي نيرف باندل، اجابتك سي. سؤال لطيف ما فيهوش اي حاجه. طيب هنا دكتور كويشن نمبر 85 بيقول لك state that most affected by shortage of ATP molecule in nerve cell كانت انهي state؟ طبعا يا جماعه اللي هتتاثر بالاي تي بي دي حاله يا دكتور الريبولاريزيشن، اللي كنا بنرجع تاني يا دكتور النيرف سيل لوقت الريست بنفس الديستريبيوشن للايون اللي كانت موجوده. فدي يا دكتور اللي بتتاثر بنقص الاي تي بي. طبعا الريفراكتوري بيريود اللي هي دكتور المرحله اللي بتبدا فيها يا دكتور سيل تستعيد كل الخصائص اللي كانت عليها يا دكتور وقت الريست. طيب هنا يا دكتور في 86 يقول لحضرتك الاتي which of the following has no direct relation with autonomic nervous system. بما ان ده يا دكتور ملوش دايركت ريليشن، علاقه يا دكتور مباشره مع الاوتونوميك نيرفس سيستم. ريجوليشن فات جلاند سكريشن. طبعا يا دكتور الاوتونوميك نيرفس سيستم لما بيشتغل اللي هو السمباثيك نيرفس سيستم بيزود يا جماعه البلاد فلو في البلاد فيزل اللي في السكين، فبناء على كده برضو هيعمل ريجوليشن للفات جلاند سكريشن، ده صح. موفمنت اوف سكين هير وقت الفير يا دكتور ده صح، لان ده كده سمباثيك نيرفس سيستم وقت خوف. ريجوليشن سويت جلاند سكريشن صح يا دكتور، لان بيزود كميه البلاد اللي ماشيه في البلاد فيزل وقت حدوث حالات الطوارئ. رايتنج هاند باي يوزنج هاند فينجر لا يا دكتور، لان ده يا دكتور فولنتري موفمنت بتتاثر بيه الفرونتال لوب.
انما يا جماعه النيرفس سيستم اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم ده يا دكتور اغلب الحاجات اللي بيأثر عليها ان كانت الكل كمان بتكون يا دكتور الانفولنتري موفمنت. 87 يا جماعه بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر الستريت سيكشن اوف بارت اوف نيرفس سيستم. ده طبعا يا جماعه سباينال كورد، عرفتوا من الاتش شيب اللي جواه. وات داز ستراكشر اكس ريبريزنت. طبعا يا جماعه اكس دي واحد من الميننج اللي حواليه، واحد من الممبرين من بره لجوه يا جماعه كان الديورا ماتر وبعدين الاركينويد وبعدين البيا ماتر. فالتو ده يا جماعه ده ون اوف ميننج، ده احد الاغشيه اللي موجوده معانا يا شباب. طيب 88 بيقول لك سيجنالز ان كيس اوف هاند بولينج وين اكسبوز لفليم ترانسفير من الليفين. طبعا يا جماعه دلوقتي لو شديت ايدك يبقى انت بتنقل النيرف امبلس من السنسوري نيرون كونكتور وبعدين الموتور نيرون. يبقى انت بتنقل يا دكتور للسباينال كورد زين تو ماسل. فالاجابه هنا يا دكتور هتبقى نمبر بي، ان انت يا دكتور تنقلها للسباينال كورد وبعدين ترجع لك تاني في الموتور نيرون عن طريق يا دكتور او للمصل عشان تعمل كونتراكشن وتبعد ايدك. طيب هنا بيقول لك بقى 89 opposite figure represent reflex arc which of the following choice represent correct arrangement لترانزميشن of nerve impulse after hitting Bent's knee by using medical hammer. طبعا انتوا لو خبطنا الركبه بالشاكوش نبتدي طبعا النيرف امبلس اللي يتكون يتنقل في السنسوري نيرون اللي هو رقم 3، يبقى هيبدا يمشي كده في السنسوري نيرون وبعدين الكونكتور وبعدين الموتور نيرون وبعدين الريسبوندنج اورجن. يعني اول حاجه هتقول لي يا دكتور هيمشي في 3، ده اول حاجه، وبعدين يا دكتور الكونكتور ملهاش رقم هيرجع في الموتور اللي هي رقم 2، وبعدين هيأثر يا دكتور على الساي ماسل اللي هي عظمه الفخذ او عضله الفخذ يعني هيبقى 4. يعني هنا يا دكتور اول حاجه هتقول لي 3 2 4 فعايز اجابه. هتقول لي هنا يا دكتور اول حاجه يبدا من 1، هيبدا طبعا الخبطه مكان الخبطه يتنقل في 3 وبعدين ل 2 وبعدين ل 4، يبقى 1 3 2 4 يعني اجابتك يا دكتور نمبر اي. 1 دي يا جماعه اللي هي المكان نفسه اللي هي السنسوري نيرف اندنج اللي في السكين، وبعدين 3 يا دكتور السنسوري نيرون، 2 الموتور، و4 يا دكتور هتبقى ريسبوندنج اورجان اللي هي المصل. طب تعالى هنا يا دكتور في question number 90 يقول لك which of the following statement agree with water excretion in blend. مين من دول يا جماعه يتفق مع الووتر excretion في البليند؟ هيدروسود كنترول ذا تايم اوف اكسكريشن جوتيشن اوف ووتر. طبعا يا دكتور ده غلط، لان الهيدروسود يا جماعه بيكون اولويز اوبن، ما يقدرش يتحكم في عمليه الجوتيشن، يقدر يعمل كنترول اللي يعمل كلوز واوبن، غير كده لا، فدي غلط. هيدروسود اوبن ان ذا ايرلي مورنينج اند كلوز في النايت غلط، ده بيرمننت اوبن. فيزيكال فورم اكسكريتد ووتر ترانسبريشن مختلف عن الهيدروسود صح، لان يا جماعه ترانسبريشن كانت ووتر فيبور والهيدروسود كان ووتر دروبلتس. Transpiration process depend on connection of terminal of vein in leaf. يعني الترانسبريشن بتعتمد على ربط التيرمينال فين في الليف. طبعا لا يا دكتور اجابتك هتبقى نمبر سي. طيب question number 91 to adapt to the change of surrounding temperature around the body each of space are cooperated. عشان يا دكتور نظبط التمبريتشر او نبتدي جسمك ان هو يا دكتور يستجيب للتغير في التمبريتشر، انا كده يا دكتور محتاج التمبرال البايتال لوب معانا يا دكتور كمان الهايبوثالاموس، لان الهايبوثالاموس فيها دكتور سنترز للريفلكس اكشن زي الجوع والتمبريتشر والعطش اند سو اون. يبقى تقول لي هنا يا دكتور البرايتال لوب والهايبوثالاموس، يعني اجابتك هتبقى نمبر اي. طيب تعالى يا دكتورنا الغالي في الكويشن اللي بعده. هنا دكتور كويشن نمبر 92. فكره السؤال ده يا شباب مهمه جدا، ان انت بتجيب طبعا بليند تعرضه لستيمولس معين وبعدين نرجع نحطه على روتيتنج ديسك. فكره السؤال ده مهمه جدا بتتكرر كتير. طالما يا دكتور وجود الروتيتنج ديسك يعني تقول لي يعيد توزيع الاوكسجين زي ما كان، بيعمل ايكوال ديستريبيوشن للاوكسجين. The opposite figure illustrates growing seed of bean plant in horizontal position where it placed على ديسك rotating vertically in slow manner لمده 3 ايام. هيفضل يا دكتور على الديسك يلف كده لمده كام يوم؟ 3 ايام. يعني الراديكال قدام حضرتك هيرمو بشكل يا دكتور هوريزونتالي عادي جدا. بيقول لك هنا يا دكتور then left fixed for 2 other day. هنثبته يا دكتور لمده يومين تانيين. which of the following figure illustrates shape of radical. radical يا دكتور تعني كلمه روت. لما نيجي نقول لك دلوقتي يا دكتور ايه اللي يحصل للراديكال دلوقتي افتر 5 دايز، هتقول لي يا دكتور ان هو هينمو بشكل الهوريزونتال عادي جدا طالما الموتور بيلف. اول يا دكتور ما نثبته طبعا انت عارف ان الروت بيكون بوزيتيف جيوتروبيزم، يعني هتلاقي يا دكتور الشكل بتاعه اصبح بالمنظر ده، لان يا دكتور هنا الروت هيكون بوزيتيف الجيوتروبيزم.
طيب تعالي هنا دكتورنا في question number 93. يقول لك how far is statement correct? Schwann cell considered a type of special أو special kind of glial cell. Schwann cell يا جماعة هل نوع معين من الجليال cell؟ طبعا يا دكتور ده صح، لأنها طبعا بتكون المايلين شيس اللي يا دكتور بيزود سرعة نقل النيرف امبلس. دي جملة صح، السؤال ده برده مهم جدا. طب هنا هتقول لي ان هي they contribute in speed of nerve impulse، برضه صح، لان يا جماعه الجليال cell works as insulator. فعايز اجابه هتقول لي two statement correct، يعني اجابتك نمبر A. 94 بيقول لك what is the ion that responsible for transmission nerve impulse from terminal aberration to nerve fiber. هيتنقل يا دكتور من التيرمينال ابرايزيشن للنيرف فايبر. الاليمنت اللي مسؤول عن النقل ده يا جماعه هتقول لي طبعا هو الكالسيوم، لان يا جماعه الكالسيوم بيخش جوه البطن بيعمل رابتشر للسينابتيك فيزيكل اللي بيكون جواها يا دكتور النيورو ترانسميتر اللي هو الاستايل كولين والنور ادرينالين. ولكن افتكر معايا كده لو انت فاكر، ادي البطن وادي يا دكتور الممبرين بتاع ماسل فايبر او بتاع دنترات للنيرون تاني. جوه يا دكتور البطن في حاجه اسمها سينابتيك فيزيكل بتكون مليانه يا دكتور نيورو ترانسميتر. اول دلوقتي يا دكتور ما النيرف امبلس هيصل للبطن هيعمل رابتشر للسينابتيك فيزيكل، انفجار للسينابتيك فيزيكل. طيب لما النيرف امبلس يصل اللي هيعمل الانفجار طبعا الكالسيوم، هيعمل على دخول الكالسيوم ايون، فالكالسيوم ايون يا جماعه يدخل هيعمل انفجار للسينابتيك فيزيكل. هتلاقي يا دكتور كميه نيورو ترانسميتر كتيره خرجت في السينابتيك كليفت ده. النيورو ترانسميتر يا جماعه تقف على الممبرين هنا هتحوله من حاله البولاريزيشن لحاله الديبولاريزيشن. ولكن يا دكتور خلاص طالما نقلنا النيرف امبلس لازم هنا يكون في ماده تسمى كولين استريز. كولين استريز يا جماعه دي ماده بتكسر الاستايل كولين بعد ما يعدي عشان ترجع تاني النيرف سيل لوقت الريست تاني، او ترجع المصل لوقت الريست تاني. فهنا يا جماعه الايون ريسبونسبل فور ترانزميشن نيرف امبلس اكيد يا دكتور تقول لي الكالسيوم، لان بيعمل على الرابتشر اللي بيحصل للسينابتيك فيزيكل. طيب تعالى يا دكتور في الكوتشن اللي بعده. هنا دكتورنا كوتشن نمبر 95 بيقول لك which of the following is from plant adaptive mean with decrease of water in soil. طبعا يا جماعه دلوقتي الووتر قلت في السويل لازم معدل الترانسبريشن يا دكتور يقل عشان النبات ما يحصلوش ويلتنج ويموت. لان يا دكتور المفروض عشان النبات يفضل ستيل لايف يكون معدل اللوست ووتر ايكوال الريت اوف ابزوربد ووتر، يعني كمان ممكن يكون الابزوربد اعلى من اللوست ووتر. انما يا دكتور طالما شربت ميه قليله يبقى خلاص معدل الترانسبريشن يقل، لان يا دكتور مش هقدر اسحب ميه تاني من السويل لان السويل ما فيهاش ميه. فعايز اجابه طبعا يا جماعه الادابتيشن ووتر قلت في السويل لازم يحصل ديكريز للترانسبريشن، فالاجابه هتبقى نمبر اي. سؤال برضو لطيف. طيب هنا يا دكتور كويشن نمبر 96 بيقول لك تو وورد فايت اور اسكيب. طبعا يا جماعه فايت اور فلايت قلنا ده تيرم بنختصره لما يسمى سمباثيتك نيرفس سيستم اللي هو يا دكتور جهاز الطوارئ. الباراسمباثيتك لخصته بحاجه اسمها ريست اند دايجست، اوعى تنسى الكلام ده، ريست ودايجست يبقى الباراسمباثيتك. انما فايت اور فلايت او فايت اور اسكيب يعني بتكلم في السمباثيتك نيرفس سيستم. Which of the following cell don't have ability to divide mitotically؟ طبعا الجليال cell تقدر تعمل ديفيجن. النيرف سيل لا يا دكتور ما تعملش، هتقول لي ديو تو ابسنس اوف سنتروسوم. ما عندهاش يا دكتور السنتروسوم اللي مسؤول عن تكوين السبندل فايبر عشان نعمل السيل ديفيجن. سيل اوف انر لاير اوف سكين ايبيدورمس تعمل يا دكتور ديفيجن عادي جدا لانها ليفنج سيل. سيل اوف جروينج تيب اوف اوت سيدلينج تعمل يا دكتور ديفيجن عادي جدا لانها سوماتيك سيل وفيها يا دكتور المواد اللازمه للسيل ديفيجن. Question number 98 بيقول لك the opposite figure illustrate section in spinal cord. What does H1 و2 و3 represent respectively؟ من بره لجوه. طبعا يا جماعه اللي جوه ده هيكون البيا ماتر. 1 ده يا جماعه هيكون البيا ماتر. 2 ده طبعا الاركينويد. و3 ده يا جماعه هيكون الديورا ماتر. يبقى ده البيا ماتر والاركينويد والبيا ماتر. من بره من جوه لبره كده يا جماعه هتقول لي البيا وبعدين الاركينويد وبعدين الديورا ماتر، يعني اجابتك يا دكتور هتبقى نمبر دي. 99 سؤال يا جماعه مهم جدا 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 تكون عارفه. which of the following abundant inside nerve cell during rest state؟ اللي لازم يا جماعه يكون موجود بكميه كبيره في وقت الريست اكيد يا دكتور الميتوكوندريا عشان تطلع اي تي بي وتساعد يا دكتور النيرف سيل ان هي ترجع لوقت الريست تاني. اجابتك هنا تقول لي ميتوكوندريا اللي هي يا دكتور تو بروديوس اي تي بي. برضه سؤال لطيف.
طيب كويشن نمبر 100 يا دكتور بيقول لك the opposite graph illustrates stage that passed by nerve cell which exposed the stimulation عند curve AB. بص كده يا دكتور، الاستيميوليشن اللي حصل عند اي بي ده يا جماعه، هل ده بذمتك كان سفيشنت ان هو يحول البوتنشال ديفرنس من نيجاتيف 70 يحوله لبوزيتيف 40؟ لا، ده يا دكتور كان حاجه انسفيشنت قوي، ما قدرش يحول البوتنشال ديفرنس من نيجاتيف 70 لبوزيتيف 40. بيقول لك كان بي اكسبريسد ايه؟ هل النيرف امبلس ترانسميتد without occurrence of depolarization؟ غلط. النيرف امبلس عشان يتنقل لازم حدوث depolarization. stimulus very strong which led to occurrence of nerve impulse في short time؟ غلط. الستيمولس يا جماعه لو كان قوي كان حول البوتنشال ديفرنس من نيجاتيف 70 لبوزيتيف 40، وهنا يا جماعه كان ويك. طب الستيمولس ويك which led to occurrence of very short nerve impulse؟ لا يا جماعه، ما حصلش اصلا نقل يا جماعه. ما النيرف سيل بتقول لك انا ماليش دعوه بالقصه بتاعت انت قوي ولا ضعيف، انا المبدا بتاعي all or none، يعني لو انت كافي sufficient انا هشتغل، غير كافي مش هشتغل. فهنا طبعا ده insufficient ما اشتغلش اصلا. stimulus weak and insufficient to stimulate nerve. صح يا دكتور، اجابتك هتبقى نمبر دي. السؤال ده يا جماعه برضو مهم جدا. طيب محاضره النهارده يا شباب حبينا نعمل ريكفري سريع كده يا دكتور على منهج ب 50 سؤال. دي طبعا يا دكتور محاضره ممكن تبص عليها كده قبل امتحانك، يعني طبعا انت امتحانك الصبح، فتبص عليها كده يا دكتور وتحاول كده تستهدى بالله. امتحانك يا دكتور هيجي لك ان شاء الله امتحان لطيف ما فيهوش حاجه، ما توترش نفسك. حاول يا دكتور على قد ما تقدر ما تسمعش كلام حد في اللجنه. اقرا سؤالك يا دكتور مع نفسك كده واستعين بالله، وربنا ان شاء الله يا دكتور مش هيضيع تعبكم، لان ربنا مش بيضيع تعب حد. تعمل اللي عليك وان شاء الله يا دكتور ربنا هيكرمك. ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، ونشوفكم على خير ان شاء الله السنه الجايه. سي يو سون ان شاء الله يا دكاتره.